أنا جورجي، ابني اتقتل وفضلت أدور على اللي قتله 40 سنة وما يئستش أبدا في إني ألاقي اللي قتله. هحكي لكم حكايتي من الأول. سنة 1969 ابني جون كان عنده 15 سنة وطلب مني إنه يروح يحضر حفلة ليلية في مدرسته الإعدادية، وفضل جون يلح عليا علشان أسمح له يروح الحفلة. في الأول رفضت، لكن لما لقيته مصر وافقته إنه يروح، وياريتني ما وافقت. المهم جون فرح قوي لما سمحت له يروح الحفلة، وطلع لأوضته ولبس أشيك طقم عنده، وقبل ما يخرج من البيت قال لي إن مايكل صاحبه هيعدي عليه وهيروحوا الحفلة سوا، ووعدني إنه مش هيتأخر عن الساعة 11. وصاحبه مايكل جاله الساعة 8 بالليل وخرج جون معاه وراحوا مع بعض للحفلة. لحد كده كل حاجة كانت ماشية كويس، وأنا انشغلت في كام حاجة كنت بعملها في البيت، وعدى الوقت والساعة جت 11 وجون لسه مرجعش، فابتديت أقلق عليه، خصوصا إن في الوقت ده ما كانوش لسه اخترعوا الموبايلات، فما بقيتش عارفة أطمن عليه إزاي. ولما الساعة دقت 12 وجون لسه مرجعش البيت، ما كانش فيه قدامي أي حل تاني غير إني أخرج أدور عليه بنفسي. وفعلا خرجت أدور عليه في الشوارع اللي جنب البيت، لكن جون ما كانش ليه أي أثر. فرحت لمدرسته ودخلت للقاعة اللي فيها الحفلة، وفضلت أدور على جون بين زمايله لكني ما لقيتهوش. فخرجت تاني للشارع وفضلت أدور عليه، وقلبي كان حاسس إني مش هشوف ابني تاني. ورجعت للبيت وقلت يمكن رجع للبيت متأخر، لكن جون ما كانش رجع. ولما أبوه صحي الصبح حكيت له اللي حصل، فأبوه اتصل بالشرطة وبلغهم إن ابننا مفقود، واتحركوا الضباط بعد الاتصال، لكن برضو ما لقوش لجون أي أثر، لحد ما مجموعة من الولاد كانوا بيلعبوا كورة في الشارع شافوا جون، وللأسف لقوه جثة وكان مرمي حبيبي على الطريق، وحالته كانت صعبة جدا. فالولاد خافوا وجريوا يبلغوا أهلهم باللي شافوه، وأهلهم بلغوا الشرطة اللي لما وصلوا لجثة جون لقوه مرمي على صدره وإيديه ورجليه مربوطين بحبال، والحبال دي كانت مربوطة في رقبته، وعينيه ومناخيره وبقه كان عليهم بلاستر من النوع اللي ما بيتفكش بسهولة. واللي حرق قلبي أكتر إني عرفت بعد كده إن جون ما ماتش بسبب الضرب اللي اتضربه، وإنه لما اترمى في الشارع كان لسه عايش، لكنه مات لأن اللي عذبه رماه على وشه فما قدرش يتنفس ومات مخنوق. ولما ضباط الشرطة وصلوا البيت أنا اللي فتحت لهم الباب، وكنت مستنياهم يطمنوني على ابني ويقولوا لي إنهم لقوه عايش، لكن الضابط طلب من جوزي إنهم يتكلموا لوحدهم. وقتها قلبي اتقبض وحسيت إن ابني جراله حاجة، فاستنيت لما جوزي خد الضابط للقبو علشان يتكلموا هناك بعيد عني، وجريت على الحمام وحطيت ودني على أرضية الحمام لأن القبو كان تحته بالظبط. ولما سمعت الضابط وهو بيقول لجوزي إنهم لقوا ابني مقتول وبالطريقة البشعة دي، انهارت وحسيت إن أنا اللي قتلت ابني بإيدي، لأني وافقت إنه يخرج لوحده بالليل، وما كانش فيه أي حاجة كانت ممكن تبرد النار اللي في قلبي على موت ابني بالطريقة دي غير إن الشرطة يلاقوا اللي قتلوه ويموت زي ما ابني مات وبنفس الطريقة. وبدأت الشرطة تحقق في الموضوع، وحققوا مع كل زمايل جون اللي كانوا معاه في الحفلة، وقدروا ضباط الشرطة إنهم يعرفوا إن جون خرج من الحفلة مع صاحبه مايكل وصاحبه التاني والتر. وباستجواب الناس اللي ساكنين في المنطقة اللي لقوا فيها جثة جون، واحد منهم قال للشرطة إنه شاف يوم الحادثة وفي نفس المكان اللي لقوا فيه جثة جون عربية شيفروليه حمراء. وبعدها الشرطة عرفت إن والتر عنده عربية شيفروليه حمراء، وده خلى الشرطة تشتبه في إن والتر ومايكل هما اللي عملوا كده في جون. ولما حققوا مع كل واحد فيهم لوحده الاتنين كان كلامهم واحد، والاتنين قالوا إنهم خدوا جون معاهم في العربية علشان يشتروا سجاير، وبعد كده كل واحد منهم روح لبيته. ولما الشرطة اتأكدت إن كلامهم صح خرجوا من دايرة الاشتباه، وحققوا بعد كده مع كل المجرمين وتجار المخدرات اللي في المنطقة، لكنهم ما وصلوش لأي حاجة، خصوصا إن جون ابني كان ولد طيب وما كانش ليه أي أعداء. واتقفلت القضية واتأيدت ضد مجهول، وكل الناس نسيوا جون، لكن أنا وأبوه فضلنا فاكرينه وعمرنا ما نسيناه. إحنا حتى ما فكرناش إننا نخلف تاني، لأن ما كانش فيه أي حد ممكن ياخد مكانة جون في قلوبنا حتى لو كان ابن أو بنت تانية. وعشان كده أنا حاولت أكتر من مرة إني أنتحر، لكن دايما كانت بتحصل حاجة تخليني أتراجع في اللحظة الأخيرة، وهي إني كنت عايزة أرجع حق ابني. وفضلت 30 سنة بحاول إن أتعافى من اللي حصل ده،
لكني ما قدرتش، وقررت بعد 30 سنة من موت ابني إني أكتب رسالة بدموعي لبرنامج تلفزيوني مشهور، واتهمت في رسالة الشرطة بالتقصير. وقبل ما أبعت الرسالة جوزي بعت الرسالة لمركز الشرطة كنوع من التهديد غير المباشر ليهم علشان يفتحوا التحقيق في قضية قتل جون تاني. وفعلا نجحت خطة جوزي، ولقينا ضابط من الاسم بيتصل بينا وبيعرفنا إنهم قرروا يفتحوا ملف قضية ابني تاني ويدوروا على اللي قتله. ونشرت الشرطة خبر فتح القضية تاني في كل وسائل الإعلام، وبعدها اتفاجئنا بظهور واحد اسمه جاك بيتصل بينا وبيقول لنا إنه كان صاحب جون المقرب وإنه يهمه إن حق جون يرجع له. وشاهد جاك إن مايكل اعترف له إنه عارف اللي حصل لجون، وقال له إن والتر هو اللي عمل كده فيه بسبب إن جون كان بيحاول يتقرب من مارلا اللي كان والتر بيحبها وقتها، وده خلى والتر يحس بالغيرة وقرر إنه ينتقم من جون فعمل اللي عمله. ولما الشرطة حققت في كلام جاك اتأكدوا إن في وقت ارتكاب الجريمة كان فعلا والتر مرتبط بمارلا، ولما حققوا مع مارلا قالت لهم إن عمرها ما ارتبطت بوالتر. ومايكل نفسه قال لضباط الشرطة إن الكلام ده ما حصلش، وإنه كان سكران لما قال لجاك الكلام ده. واتقفلت القضية مرة تاني، وأنا وجوزي دخلنا في حالة اكتئاب، لكن أنا ما يئستش وكنت كل يوم بروح للقسم وبترجاهم إنهم يفتحوا التحقيق في القضية مرة تانية لحد ما تعينت المحققة كوجلين سنة 2007، وكان اختصاصها التحقيق في القضايا اللي اتقفلت من غير ما تتحل واللي بيسموها بالقضايا الباردة. وصعبت عليها فقررت إنها تساعدني وتفتح التحقيق التاني في القضية مرة تانية. وقدرت كوجلين توصل لأن في مشتبه بيه تالت في القضية، وهو ولد اسمه إدوارد، وده كان صاحب جون ومايكل التالت، وكانوا التلاتة ما بيفرقوش بعض. ولما كوجلين استدعت إدوارد للتحقيق كان مرتبك جدا، وقال لها إنه ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده ولا حتى يعرف إن جون اتقتل. وشهادته كانت غريبة جدا لأن كل المدرسة كانت عارفة اللي حصل لجون. وفورا كوجلين عملت له اختبار كشف الكذب واللي أثبت إن إدوارد كذاب، فعرضت عليه إنه لو اعترف باللي حصل هتخليه شاهد في القضية. فاعترف إدوارد بكل حاجة وقال لها إنه ما راحش الحفلة، لكن بالليل مايكل ووالتر عدوا عليه بعربية والتر وطلبوا منه يجي معاهم علشان يأدبوا جون لأنه حاول يتقرب من حبيبة والتر. فركب معاهم العربية وقدروا هما التلاتة إنهم يقنعوا جون إنه يركب العربية معاهم. وفضل مايكل يضرب في ابني، وابني كان بيترجاه يرحمه ويسيبه ينزل من العربية، لكن مايكل اتجاهل كل توسلات ابني ليه وفضل هو وإدوارد يضربوا فيه. وآخر الليل وقفوا العربية ورموه في الشارع، والتلاتة نزلوا في ابني حبيبي ضرب وهو ما كانش قادر يدافع عن نفسه. ولما تعبوا من كتر ضربهم ليه كتفوه وغطوا عينيه وبقه ببلاستر ورموه على وشه في الشارع. وقال إدوارد في اعترافه لكوجلين إنهم كانوا قاصدين إنهم يربوا جون ويدوله درس علشان ما يقربش تاني من مارلا، وأكد لها إنهم كانوا ناويين إنهم يرجعوا له مرة تانية ويحرروه ويسيبوه يرجع البيت. وقال لها إنهم فضلوا ساعتين يتمشوا بالعربية وهم بيضحكوا على اللي عملوه في جون، ولما رجعوا له علشان يحرروه لقوه ميت فسابوه وهربوا. وعلى قد ما كنت حزينة بعد ما عرفت تفاصيل العذاب اللي ابني تعذبه، على قد ما قلبي كان بدأ يرتاح لأن أخيراً اللي تسببوا في موت ابني هياخدوا جزائهم. وبعد كده التلاتة اتقبض عليهم. وفي يوم المحاكمة مارلا شهدت إنها في وقت الحادثة ما كانتش لسه ارتبطت بوالتر، وقالت إنها ما ارتبطتش بيه غير بعد موت جون. وتخيلوا إن شهادة البنت الكدابة دي دمرت القضية، ومايكل اللي عذب ابني طلع براءة. وبعد الحكم الظالم ده جوزي ما استحملش القهر والصدمة ومات بعد صدور الحكم ب4 أيام، ودفنته جنب جون. لكن أنا قررت إني ما استسلمش وحضرت محاكمة والتر اللي كانت منفصلة عن محاكمة مايكل. والغريب إن نفس هيئة المحلفين اللي حكموا ببراءة مايكل قرروا إن والتر مذنب وحكموا عليه بالسجن مدى الحياة. أنا أول ما سمعت الحكم فضلت أعيط، وشفت جون ابني قدامي في قاعة المحكمة وهو بيضحك لي وزي ما يكون بيشكرني إني رجعت له حقه. وكنت مبسوطة قوي يومها لأني فضلت أسعى ورا حق ابني اللي مات سنة 1969 لحد ما حقه رجع له سنة 2011 بعد أكتر من 40 سنة من موته.